في الشرح اللي فات اتكلمنا عن شخصية الأب. النهاردة بقى بننتقل لشخصية تانية خالص. شخصية الكاتب بيعتبرها المحرك الأساسي للعلاقة كلها، ويمكن تكون أهم لاعب في المعادلة: الحماة. كلكم وحماتك كم تاني. الجملة دي من المصدر بتلخص كل حاجة. دي مش مجرد جملة عبرة، دي قاعدة أساسية. الكاتب عايز يقول إن فهم الحماة مش زي فهم أي شخص تاني في العيلة. لا، دي ليها ملف خاص وليها استراتيجية لوحدها وقواعد لعب مختلفة تماماً. وعشان نفهم الموضوع ده كويس هنقسم شرحنا النهاردة لأربع أجزاء. الأول هنعرف أهميتها الخفية، بعدين هنتعلم إزاي نقرأ العلامات، وبعدها نشوف التحركات الاستراتيجية، وفي الآخر إيه هو المكسب اللي ممكن يرجع من كل ده. طيب يلا بينا نبدأ بأول جزء. قبل ما ندخل في تفاصيل إزاي نتصرف ونعمل إيه، لازم نقف لحظة ونسأل: ليه؟ ليه أصلاً الكاتب بيدي العلاقة دي كل الأهمية دي؟ إيه هو الأساس اللي بنى عليه فكرته كلها؟ بصوا بقى، الكاتب هنا بيستند على قاعدة فقهية قوية جدا عشان يوضح وجهة نظره. القاعدة بتقول: العقد على البنات يحرم الأمهات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بمجرد ما بيتم عقد القران على واحدة، أمها بتصبح محرمة على الزوج للأبد، زي والدته بالظبط. الكاتب بقى بيقول إن دي مش مجرد قاعدة فقهية جافة، لا، دي رسالة بتدي مكانة مقدسة ودايمة في حياة الواحد من أول يوم. وهنا بقى بتيجي عبقرية التحليل اللي في المصدر. هو مش بيبص للقاعدة دي بمعناها الحرفي وبس، لأ، هو بيشوف فيها معنى عاطفي أعمق بكتير. بيعتبرها رمز، دليل على حب الأم الكبير لبنتها، وإنها مستعدة تعمل أي حاجة عشان تشوفها سعيدة ومطمنة. وعشان كده وبناء على الفهم ده، الكاتب بيحط هدف استراتيجي واحد وواضح ومباشر: لازم تكسب الحماة في صفك تماماً، لدرجة إنها تحس فعلاً إنك ابنها مش مجرد جوز بنتها. ده من وجهة نظره هو مفتاح العلاقة كلها. طيب، كده فهمنا الأهمية. ندخل بقى على الجزء الثاني، مرحلة المحقق. أيوة بالظبط كده، الكاتب بيسميها مرحلة الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات. هنا بقى بيبدأ الشغل العملي اللي بجد. وعشان نفهم بالظبط إيه الخطر اللي المصدر بيحذر منه، في مصطلح محوري لازم نركز معاه قوي، وهو الدحلابة. الشخصية دي لو ما تمش اكتشافها بدري ممكن تكون سبب مشاكل ملهاش آخر. والفرق بين الوجهين بتوع الشخصية دي صادم. في العلن قدام الناس تلاقيها مثال للطاعة والهدوء، كلامها كله حاضر ونعم. لكن في السر الصورة بتتقلب 180 درجة. هي اللي بتحرك كل الخيوط، هي اللي بتزرع الخلافات وتحرض ولادها على شركاء حياتهم من تحت لتحت، من غير ما حد ياخد باله. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي: إزاي ممكن حد يكتشف الشخصية دي لو هي موجودة فعلاً؟ إيه الأدوات اللي المصدر بيقدمها عشان نكشف الحقيقة اللي ورا الستار ده؟ الطريقة اللي بيقترحها الكاتب بسيطة بس ذكية جدا. ببساطة، أفتح معاها الكلام عن باقي قريبها، يعني أزواج بناتها التانيين أو زوجات ولادها. اسأل عنهم بشكل طبيعي وعادي جدا. وهنا بقى التركيز كله لازم يكون على طريقة الكلام مش الكلام نفسه. يعني مش المهم هي بتقول إيه، المهم هي بتقوله إزاي. هل بتتكلم عنهم بحب وود حقيقي، ولا نبرة صوتها فيها شكوى مستخبية أو تلميحات سلبية كده من بعيد؟ النبرة دي هي اللي بتكشف كل حاجة. تمام، يبقى كده احنا انتقلنا من مرحلة المراقبة وجمع المعلومات لمرحلة الفعل. دلوقتي بناء على اللي تم اكتشافه، ايه الخطوات اللي الكاتب بينصح بيها؟ التحليل ده في النهاية هيوصل لواحدة من نتيجتين مفيش تالت ليهم. يا إما هنكتشف إننا قدام السيناريو الأول، الحماة الداعمة، الشخصية الإيجابية اللي بتضيف للعلاقة، أو هنلاقي نفسنا قدام السيناريو التاني، الحماة الصعبة اللي بتميل للتدخل وتعمل مشاكل. طيب لو النتيجة كانت السيناريو الأول، يعني الحماة داعمة، هنا النصيحة من المصدر واضحة ومباشرة جدا: امسك في الست دي. الكاتب بيعتبر النوع ده من الحموات كنز حقيقي، لدرجة إنه بيقول إن وجودها ممكن يخلي الواحد يتغاضى عن عيوب تانية في العلاقة عشان خاطرها. أما بقى لو كنا في السيناريو التاني الصعب، فالكاتب هنا بيقترح استراتيجية دقيقة من خطوتين. الخطوة الأولى، ودي اللي بتكون في العلن، لازم يتم وضع حد حازم وواضح لأي تدخل. الهدف هو رسم حدود قوية تخليها تحترم المساحة الخاصة. الخطوة التانية، ودي بتكون في السر بينك وبينها، اعتذار هادي وتوضيح إن الهدف هو حماية العلاقة مش إهانتها. التوازن ده بين الحزم قدام الناس والود في السر هو اللي بيكسب الاحترام على المدى الطويل وبيمنع المشاكل حسب وجهة نظر المصدر. طيب في سؤال منطقي ممكن يجي في بال أي حد دلوقتي: لو الخطيبة ما عندهاش إخوات متجوزين، يعني مفيش حد تاني في العيلة يراقب العلاقة معاهم،
هل كده الخطة كلها هتفشل؟ لا، الكاتب بيقدم خطة بديلة. الخطة البديلة هي توسيع دايرة التحقيق عشان تشمل الخالات. منطق الكاتب هنا بسيط جدا، بيقول إن الأخوات البنات غالبا بيكبروا بنفس التربية والقيم، فلو الواحد درس حياة الخالات وعلاقاتهم الزوجية هياخد صورة شبه كاملة عن البيئة الفكرية اللي الحماة جاية منها وطريقة تفكيرها في الزواج والمشاكل. ونوصل دلوقتي للنقطة الأخيرة، المكسب على المدى الطويل. بعد كل التحليل والخطوات والاستراتيجيات دي، إيه هو الهدف النهائي من كل ده؟ إيه المكسب اللي ممكن يرجع للشخص من المجهود ده كله؟ الهدف النهائي زي ما الكاتب بيشرح هو تحويل الشخصية اللي ممكن تكون مصدر قلق لأقوى حليف. حسب كلامه، لو تم النجاح في كسبها في الصف، هي مش بس هتكون داعمة، دي هتتحول لخط الدفاع الأول عن العلاقة، وممكن تساعد في حل أي مشاكل تحصل في المستقبل. والاقتباس ده بيلخص الفكرة بشكل مؤثر جدا. الكاتب بيقول إن الشخص اللي بيلعبها صح من الأول بيوصل لمرحلة من الراحة والاستقرار، لدرجة إن الحماية دي بتبقى شخص غالي عنده فعلا، والحزن عليها وقت وفاتها ما بيبقاش تمثيل، لأ بيبقى دليل حقيقي على علاقة ناجحة تم بنائها. وفي النهاية المصدر بيحطنا قدام اختيار واضح جدا، الحماة هتكون حليف ولا خصم؟ وجهة نظر الكاتب بتقول إن الإجابة على السؤال ده مش متروكة للصدفة أو الحظ، هي نتيجة قرارات وخطوات استراتيجية بتبدأ من فترة الخطوبة، والاختيار اللي بيتعمل في الأول هو اللي بيرسم شكل العلاقة دي لسنين طويلة جاية.